ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. القرنبيط كتير مننا بقى بيحبه، بس بيخاف طبعا من الزيت. ده بالنسبه للقرنبيط المقلي، او اللي احنا بنحمره في الزيت. خلاص هعمله لكم دلوقتي بمكون سحري مش هيخليه يشرب زيت خالص معاكي، وهيعجبك جدا، وهتعمليه كمان كل يوم من حلاوته. خلاص هنا طبعا معانا البطل بتاعنا النهارده القرنبيطه دي طبعا قرنبيطه كبيره. هنا بقى باقي المقادير معانا دقيق، ومعانا نشا، معايا 3 بيضات، وكمان هنا التوابل بتاعتنا. معايا نص معلقه من الكمون، نص معلقه من البيكنج باودر، هو ده طبعا اللي هينفخه معانا مش هيخليه يشرب زيت خالص. ودي معايا معلقه كركم علشان طبعا عايزين يبقى لونه اصفر كده وشكله حلو. وهنا معايا كام فص توم، هو طبعا بيحب التوم الكتير على فكره. كتري له توم هيطلع معاكي جميل، وريحته بقى هتقلب الدنيا بصراحه وانت بتحمريه. خلاص. وهنا بقى معانا الخضره بتاعتنا اللي هي البقدونس والشبت. يلا بقى نسمي الله كده ونشتغل في وصفه النهارده. يلا بقى نشتغل في الوصفه النهارده ان شاء الله. نركن بس كل المقادير دي كده شويه على جنب، او نجيب دي هنا نبدل الاماكن. نجيب ده هنا وده هنا كده، علشان طبعا الاول عايزين نسلق القرنبيطه اللي معانا. انا دلوقتي طبعا هحل على النار، حاطه فيها ميه وملح وكمون. خلاص هنبدا بقى نقطع القرنبيطه اللي معانا. معلش الطبق بس فيه ميه لاني انا غسلتها بصراحه، مش معنى ان احنا يعني هنسلقها يبقى مش هنغسلها، لا. خلاص بصي قطعي الثمره كده بالشكل ده. طبعا دي كبيره، احنا هنقطعها نصين علشان واحنا بنحمرها تستوي معانا. خلاص اهي عشان دي كمان الثمره كبيره شويه بالشكل ده. خلاص يا بنات اهي، حسب حجمها طبعا، عايزاها اصغر عايزاها اكبر. هي دي اكبر شويه، هم دول اصغر بس دي اكبر يعني. انا بوريكي حجمين. نقطعها بالشكل ده. بصي حطي السكينه من جوه كده وهاتيها من جوه. اهي بالشكل ده. دي كبيره هنقطعها لجزئين برضو او 3 كمان. خليها على 3 احلى، بتبقى اشيك. الصغيره دي بتبقى اشيك شويه على فكره، وهي متحمره كده بتبقى احلى كتير من الكبيره. تقدري كمان القرنبيط ده تخليه برضو بيبقى حلو جدا. هو دلوقتي على فكره في السوق وسعره يعني معقول، مش غالي قوي. هي القرنبيطه دي انا جايباها يعني طالباها جاياني ب 15 جنيه، بس انت طبعا لو هتجيبيها من السوق هتبقى ارخص كتير كمان. احنا بقى هنا عشان عندنا الحته راقيه شويه وكده، فبيعاملونا بقى يعني كاننا في امريكا. وكمان تقدري تعملي نصها على فكره، مش لازم كلها لان دي كبيره. يعني انت لو اسرتك صغيره شويه اعملي نصها بس، لان كمان القرنبيط وهو سخن غير لما بيبرد خالص يبقى احلى طبعا. وبصي قطعيه كده الحجم ده مناسب. خلاص يا بنانيت اهو بالشكل ده. زي ما قلت لكم حله على النار دلوقتي، انا حطاها تغلي فيها ميه وكمون. هسلقه بس مش هسلقه طبعا سليقه كامله، لا، عايزاه نص سوا. انا هسلقه دلوقتي يا جماعه، ونرجع نشوفه بقى ان شاء الله لما يستوي. خلاص كده يا جماعه، احنا دلوقتي حطينا القرنبيط بتاعنا على النار. زي ما قلت لك هسلقه نص سلقه مش سلقه كامله. في الاثناء دي طبعا هنحضر بقى الخلطه بتاعتنا. هنا معانا بقدونس وكمان شبت. خلاص اهو بدنا نقطعهم كده رفيع بالشكل ده. على فكره في ناس كتير جدا ما بتحطش موضوع الخضره ده، بس الطعم بيفرق كتير. يعني لما تحطي له خضره هيبقى خطير بصراحه. حتى جربيها بالخضره ومن غير الخضره هتشوفي الفرق.
انا مش عارفه ازاي بصراحه، يعني هما بيحمروه من غير خضره. خلاص اهو، يعني خدي الكميه اللي انت عايزاها يعني بالنسبه للقرنبيطه اللي معاكي. خلاص اهو بالشكل ده. ولو طبعا احتاج هنحط له تاني. خليه بقى كده على جنب. اغسل ايدي بس دقيقه واحده. خلاص كده يا جماعه، تعالوا بقى دلوقتي نعمل الخلطه بقى نفسها. الحاجه طبعا اللي هنشتغل فيها هاتي حاجه كبيره شويه. هنحط دلوقتي فيها البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط البيض. الرسائل دي. خلاص كده يا جماعه، حطينا البيض اهو. وهنحط بقى التوابل اللي معانا. خلاص زي ما قلت لكم، الكمون وكمان البيكنج باودر وكمان الكركم بالشكل ده. نضربها بقى ايه بالمضرب دلوقتي افضل بكتير. بصي الخلطه اهي، بصي لونها. ما تنسيش البيكنج باودر اللي احنا حطيناه علشان طبعا ما يشربش معاكي زيت زي ما قلنا. بصي لونها حلو قوي بالكركم. ما عندكيش كركم تقدري تستخدمي الكاري. كمان الكاري برضو فيه نكهه كده، هيبقى حلو جدا. اهم حاجه نقلبه كويس. وهناخد بقى عايزين معلقه. هناخد حوالي 3 معالق كبار من الدقيق. خلاص اهو بالشكل ده. ودي معلقه كبيره من النشا. النشا طبعا هتخليه معانا مقرمش جدا. امسكي يا لولو ونقلب تاني. بصي بقت عندك عجينه كده اهي. بس احنا طبعا مش عايزينها كده، لا. هقولك دلوقتي هنعمل فيها ايه. هاتي منديل يا رب. نجيب ميه. بصي نحط لها شويه من الميه. وهنقلبها برضو كده لحد ما هتبقى معانا سايله يعني بعض الشيء. بصي ريحتها جميله على فكره، ريحتها ظهرت لي وريحتها حلوه قوي. طبعا هي اكيد دلوقتي عايزه ملح، احنا ما حطيناهاش ملح. خلاص هنحط الملح بتاعنا. حطي الملح طبعا زي ما انت عايزه تكتري، عايزه تقلبي براحتك. نحط كمان شويه ميه. لا الحقيقه انا هعمل يعني كميه اكبر شويه علشان القرنبيطه اللي معانا دي كبيره. يعني طبعا في ايدينا اهي. هنزود ميه وكمان هنزود دقيق. نحط لها معلقه تانية او معلقتين كمان من الدقيق اهو بالشكل ده. بس مش اكتر من كده. بصوا بقى دلوقتي هنحط لها حاجه حلوه جدا. هي دي انا اللي بعملها يعني، بس انت ممكن يعني تستغربيها شويه. عارفين الخلطه اللي هي بتاعه البتنجان المخلل؟
حلوه جدا دي بقى. طبعا تحطيها في المحشي، تحطيها في الفول، تحطيها على الكبده، بتبقى حلوه جدا. احط منها كده معلقه. الخلطه دي طبعا بعملها كميه كده بتبقى حلوه، بخليها في الديب فريزر عندي، طبعا متفرزه اهي متلجه. بصي انا بكسرها اهو من التلج. خلاص هتبقى جميله جدا، خصوصا بقى لو كانت كمان سبايسي هتبقى حلوه جدا وهتديكي ريحه برده كده. يعني الخلطه دي بصراحه خلطه رهيبه رهيبه، اعمليها وان شاء الله هتعجبك. بس هنا بقى في الاثناء دي هننزل بالخضره بتاعتنا كده. خلاص يا بنات اهي، ادي الخلطه بتاعتنا بتاعت القرنبيط، خلطه جباره، اعمليها ان شاء الله تعجبك بالشكل ده اهو. خلاص يا جماعه انا دلوقتي طبعا هروح للقرنبيط بتاعنا ان شاء الله، بس ايه قبل ما هنزله في الخلطه هنا نبقى نشوفه مع بعض. خلاص كده يا جماعه اهي نص القرنبيطه اللي معانا سلقتها، والنص التاني دلوقتي على النار زي ما قلت لك. طبعا يعني نص سلقه بس، عايزاها نص سلقه بس كده كده. بصوا بقى يا جماعه هنا الخلطه بتاعتنا دي هننزل فيها القرنبيط بالشكل ده. خلاص اهو كده. يا سلام بقى لو كمان لو عندك وقت تسيبي القرنبيط هنا في الخلطه كده حوالي ساعه، دخليه التلاجة وخليه ساعه كده في الخلطه دي، هيتبل وهيبقى طعمه جميل جدا. يعني قبل ساعه كده من انك اما تبداي تحمري فيه، يعني خليه في الخلطه كده ساعه قبل ما تحمريه، هيبقى حلو جدا، هيتشرب من الخلطه بتاعتنا دي وهيبقى حلو قوي قوي. خلاص يا بنات عشان طبعا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، انا بالوضع ده هخليه يعني قولي ايه 10 دقايق على بال بس القرنبيط التاني ما يستوي. وهاخده في زيت غزير طبعا هنحمره على النار بالشكل ده، وان شاء الله بقى بعد ما يخلص خالص اما نحمره كده نرجع نشوف شكله. خلاص كده يا جماعه اهي طبعا القرنبيطه بتاعتنا بعد ما حمرناها بصي قطعت معانا كميه هايله اهي. وبصي كمان درجه التحمير بتاعته مش شاربه زيت نهائي. طلعتها كذا مره على الورق ده، يعني في الاول خالص لما طلعتها من الزيت طلعتها على ورقتين، سبتها شويه ونقلتها على ورقه تانية كمان علشان نتفادى موضوع الزيت اللي هو الزياده فيه. خلاص وكمان الخلطه اللي فضلت بصي عملت لكم القرص فاكرين القرص ده كانت امهاتنا كلها زمان رحمه الله عليهم يعني كانت بتعملها لنا. وتقدري كمان الخلطه اللي هي زياده او اللي فاضت ممكن تشيليها يعني في علبه بلاستيك او حتى كيس، ممكن تحطيها في الفريزر وترجعي لها تاني. خلاص مش عايزه اعمليها قرص زي اللي انا عملته كده شكله حلو ولذيذ. خلاص كده اهي القرنبيط هنا طبعا جبنا ورق فرشناه بالجرجير علشان يبقى شكله حلو كده. يعني هنبدا بقى نجرنشه كده ونخلي الطبق بتاعنا لذيذ. بصي الزيت اهو، يعني في نسبه زيت بس طبعا مش كبيره قوي. طلعيه على كذا ورقه، وزي ما قلت لك انا ما بحبش المناديل زي ما انا كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، ما بحبش ان انا اطلع الاكل على المناديل بصراحه. الورق ده بحبه جدا. وانت كمان بتقليه او بتحمريه في الزيت ما تسيبوهوش وتمشي يا لوزه وتروحي تمسكي الموبايل بتاعك ها اقفي جنبه كده واقعدي اقلبي واعدلي فيه علشان يتحمر معانا من كل الجوانب ويبقى متحمر، علشان بس انا عارفه موضوع الموبايلات ده بصراحه بقى مشكله. بصي بقى دي اللي هي كانت الكبيره، انا شايفاها ان هي مش لذيذه، الصغير ده ألذ بكتير. يعني بس وريتكم الحجم، زي ما قلت لك الوسط دايما بيبقى احلى بكتير. وطبعا الحجم اللي انت عايزاه اعمليه، بس انا بقول لك رايي يعني. بالشكل ده اهو. بصي طبق محترم جدا جدا ومش شارب معانا زيت خالص. وكمان المكون اللي قلت لك عليه ده المعلقه اللي احنا حطيناها من البيكنج باودر ان شاء الله مش هتخليه يشرب معانا زيت ولا اي حاجه. بس
مش اكتر من كده. خلاص يا جماعه، ده شكل القرنبيط طبعا بعد ما جرنشناه مع بعض كده في الطبق بتاعنا. اعمليه طبعا، حاجه اقتصاديه ومش هياخد منك فلوس كتير في ظل الظروف طبعا الصعبه اللي احنا كلنا فيها دي. يعني القرنبيطه زي ما قلت لك هي عامله 15 جنيه، وكمان تقدري تجيبيها اقل من كده حسب المنطقه اللي انت طبعا فيها. يعني والبيت كمان قولي 10، والخضره قولي يعني بالكتير قوي كمان 5 جنيه، يعني الاجمالي 30 جنيه. هتعملي اكله جميله، يعني مش لازم بقى لحوم كل يوم. ومشي الدنيا وخليكي ست فاهمه ومشي الدنيا، الله يكرمك. خلاص جربيها ان شاء الله هيعجبك.